بص يا غالي، عايز اقول لك انك لو مش متابع معانا السلسله اللي بتنزل حاليا على القناه الخاصه بمشاريع رمضان، فانت فايتك كتير. ودي عباره عن اكتر 10 مشاريع مربحه في موسم رمضان، وحتى الان نزلنا 4 فيديوهات ل4 مشاريع، وفيديو النهارده هو المشروع الخامس، وتقدر تتفرج على كل السلسله من قائمه التشغيل دي. طيب تعال نروح لمشروع النهارده، بس قبل ما نبدا حابب افكرك بحاجه مهمه، وهي انك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله لحد عندك وانت زي الباشا. وتعالى عشان نبدا في مشروع النهارده، وهو عمل الاكل في البيت وبيعه للناس. وزي ما باين من اسمه، وده عباره عن ان حضرتك هتقدمي خدمه للناس بانك هتوفر لهم الاكل جاهز بتاع العزومات والاكلات بتاعه رمضان. وده نظرا لان في ستات كتير ياما مش بيعرفوا يعملوا اكل حلو او مش فاضيين يعملوه، فانت هتعملي الاكل في البيت وتوصليه لحد عندهم. طيب نبدا ازاي؟ هقول لك لازم اول حاجه انك تاخدي لفه على كل الصفحات والقنوات اللي شغاله في الموضوع ده، وتفهمي الناس دي شغاله ازاي واسعارهم عامله ازاي، لان عايز اعرفك ان اسهل طريقه للنجاح انك تقلد الناجح. فمن خلال مذاكرتك لاغلب الناس اللي في نفس المجال هتقدري تفهمي حاجات كتير، وبعد كده هتبداي تشتغلي على المنصه اللي تعجبك، سواء فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، انستجرام او غيره من المنصات. وان كنت انا بفضل التيك توك نظرا لان الانتشار فيه اسرع والوصول فيه للمستهلك اسهل من غيره بكتير. وحاولي تعرضي شغلك على المنصات بشكل كويس واحترافي، ويا ريت في البدايه يكون معاه الاسعار عشان يكون في مصداقيه وثقه اكتر مع المشاهدين اللي فيما بعد هيبقوا عملاء عندك باذن الله. طيب في بقى تريكايه عايز اقول لك عليها، وهي انك لما تبداي المشروع ده وتحاولي تبتكري وتخترعي، يبقى ابتكري في الزياده، يعني كل الحاجات اللي بيقدمها غيرك تكون موجوده، وبعد كده طلعي اختراعاتك في الاصناف الزياده اللي هتكون عندك وبتميزك عن غيرك. ما يكونش كل المنيو عندك عباره عن اختراعات، لان ده غالبا بيجيب نتيجه عكسيه. طيب احنا كده غالبا عرفنا ايه هو المشروع وازاي هنبدا فيه، وكمان عرفنا اننا هنبيع اونلاين. يبقى كده ناقصنا سؤال واحد، وهو امتى نبدا وامتى نوقف. هقول لك حاولي تبداي من دلوقتي لاننا خلاص داخلين على الموسم. طيب نوقف امتى؟ هقول لك ان ده مش هيحصل، لان لو الموضوع اشتغل وسمع معاكي فنصيحه كملي، لان الاكل اكتر حاجه شغاله وبالاخص في مصر، وربنا يرزقك. وحاول تخلي شغلك يستفيد بالمواسم. طيب لو احنا حابين نكبر بسرعه، هقول لك على نصيحه وتركايه ممكن تعمليها، وهي انك تشوف 2 أو 3 فود بلوجر وتتواصلي معاهم وتعرفيهم انك هتبعت لهم وجبات مجانا في مقابل انهم يقيموه بما يرضي الله في فيديوهات عندهم على القناه، وساعتها خليكي جاهزه للطلبات باذن الله. طيب فين بقى مشاريع رمضان؟ هقول لك روح اتفرج عليها من قائمه التشغيل دي، وكمان ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، وكمان تفعل زر الجرس. سلام.